بسم الله الرحمن الرحيم. وصفتنا حبايبي ان شاء الله النهارده كده مع بعض هنعمل فيها ورقة اللحمة زي المطاعم بالظبط واحسن كمان، وهقولك على ايه التكات اللي تطلعها معاكي مظبوطة وكويسة جدا، وتكون اللحمة دايبة معانا زي ما احنا شايفين كده حبايبي، ومستوية كويس جدا، وكمان الخضار يكون مستوي ومش مهري معايا. وهقولك على كل تكات واسرار طريقة عمل ورقة اللحمة، وممكن ان احنا في الطريقة دي نقدمها مع رز بشعرية او رز ابيض او مكرونة زي ما تفضلي، وممكن كمان ناكلها بعيش. يلا نشوف مع بعض هنعملها ازاي بمكونات اسهل من كده مفيش، وطريقة سهلة وبسيطة جدا لعمايل ورق اللحمة. بس يلا في الاول كده اعملي لي لايك وشير واشتركي معايا في القناة لو انتي لسه مش مشتركة. عندي هنا مجموعة من الخضار كده هنضيفها في ورقة اللحم. عندي طماطم هنا مقطعاها مكعبات، بصل يكون صغير في الحجم كده، بصل او ورمة، وممكن ان احنا لو بصل كبير نقطعه شرايح زي ما احنا شايفين كده مع بعض. وعندي حبتين من الكوسة مقطعاهم كويس جدا زي ما احنا شايفين، وتكون القطع كبيرة عشان ما تتهريش معايا. وكمان بطاطس برضو نكون القطعية بتاعتها كبيرة، وفلفل الوان حامي او بارد زي ما بتفضلي، وكمان معلقة من التوم المهروس. مع نشوف كده مع بعض. بالنسبة للخضار ده ممكن تضيفي اي نوع خضار تاني انت بتفضليه، لكن انا بفضل في ورقة اللحمة ان هي تكون كوسة وبطاطس بس، عشان ما تغيرش اللون وتديني وصفة تانية خالص. هنبهرها مع بعض بمجموعة من التوابل البسيطة جدا، وهي نص معلقة من الفلفل الاسود، ونص معلقة من الكمون، وكمان نص معلقة من الكزبرة الناشفة، ومعلقة كبيرة من الملح. أو دي طبعا نص معلقة من الكزبرة الناشفة، وكمان عندي معلقة من اللحم من الملح اسفة. لو انتي حابة تضيفي اي نوع توابل، توابل لحمة، بابريكا، شطة، اي نوع توابل انت بتحبي تفضليه تتفضلي تضيفيه، لكن انا بكتفي بالطعم ده عشان ما يتغير. توابل بتغير طعم الخضار واللحمة. ونقلبهم كويس جدا مع بعض عشان كل الخضار يشرب من التوابل اللي انا ضفتها عليه. وكمان ممكن ان انت كمان تديها بايديكي تقليبه كده عشان كل الخضار ينزل ميه، لان احنا من هنا مش هنضيف ولا نقطه ميه في الوصفه بتاعتنا دي. بعد كده هجيب عندي صينيه، يفضل طبعا ان هي تكون صينيه ألمونيا، وممكن بايركس تيفال زي ما بتفضلي، وهفرشها كده معايا بورق فويل زي ما احنا شايفين كده حبايبي مع بعض على قد الصينية بالظبط. وبعدين ايه يكون في حروف عشان لما نيجي نطبقها عليها نغطي الصينية بتاعتنا كلها زي ما احنا شايفين كده. طبعا افضل نوع في تسوية ورق اللحمة هو الألمونيا لانه بيوزع الحرارة كويس جدا. وعندي هنا كمان ورقة من الزبدة، انا هطويها كده بايدي عشان تكون سهلة معايا في الفرد وما تعذبنيش وانا بتفرد. طبعا احنا بنضيف ورق الزبدة هنا علشان يحافظ على الخضار بتاعي ما يتفاعلش مع ورق الفويل. عند الخضار بتاعي اللي انا سبته تقريبا حوالي 10 دقايق في التتبيلة بتاعة الخضار، وطبعا بتاعة التوابل، وما نسيبهوش كتير جدا عشان البطاطس بتاعتنا لونها ما يغيرش. زي ما احنا كده شايفين حبايبي مع بعض انا ضفت كده الخضار بتاعي. هنا بقى التكه اللي انا هعملها دي ممكن انت تضيفي اللحمه على وش الخضار مباشره، لكن انا هنا هعمل تكه كده هتديكي طعم مميز جدا لورقه اللحم. وهي هجيب عندي طاجن كده، وهحط فيه معلقه من السمنه البلدي، ودي هي الماده الدهنيه الوحيده اللي احنا هنستخدمها في الوصفه. وهحط ورقتين من اللورة، فص مستكة 2 حبهان. وطبعا النار تكون عندي عالية جدا، والطاسة بتاعتي تكون سخنة، والمادة الدهنية بتاعتي تكون سخنة جدا. هبدأ ان انا اضيف اللحمة بتاعتي. ممكن في اللحمة تضيفيها كده مباشرة، لكن انا هديها صدمة عشان تقفل المسام بتاعتها، وكمان تاخد لون مميز وطعم حلو وجميل لورقة اللحمة. وابدأ ان انا اشوحها على الجنبين. طبعا مش هضيفها هنا اي مية، وتكون النار عندي عالية عشان اللحمة بتاعتي تقفل المسام بتاعها، وكمان ما تنزلش المية بتاعتها فتكون معاكي ناشفة، لكن انا عايزاها تكون طرية وطعمها حلو ومميز. وهديها رشة كده من الفلفل الاسود، وهبدأ ان انا اقلبها على الجنبين لحد ما تاخد معايا صدمة ولون حلو وجميل زي ما احنا شايفين كده حبايبي. ما تنسيش بقى لو انتي اول مرة بتشوفيني تشتركي معايا في القناة. هتنزلي تحت على كلمة اشتراك اللي باللون الاحمر وتضغطي عليها، وتفعلي زر الجرس على الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك بيه اشعار.
وما تنسيش بقى تعملي لي لايك وشير لو عجبك الفيديو والمحتوى بتاعي. زي ما احنا شايفين كده حبايبي اللحمة بتاخد لون معايا حلو وصدمة جميلة جدا. ويفضل في الوصفة دي ان انت تستخدمي لحمة ضاني، ما عندكيش لحمة ضاني عادي استخدمي اي نوع زي ما انا استخدمت. هنا هشيل ورق الحبهان طبعا عشان ما يجيش معايا في الاكل، وهبدأ ان انا ارص اللحمة بتاعتي على الخضار. في ناس ما بتشوحش اللحمة وبتستغنى عن الخطوة دي، ودي حاجة ترجعلك، لكن دي اضافة من عندي بتديكي طعم حلو ومميز جدا لورقة اللحمة. جربي طريقتي وان شاء الله هتعجبك. وهنزل بكل المادة الدهنية اللي عندي لان هي دي المادة الدهنية الوحيدة اللي انا استخدمتها في الوصفة. ولو حابة تضيفي معلقة من زيت على الخضار دي حاجة ترجع لك. وهنقفل الورقة معانا كويس جدا علشان البخار اللي هيكتم معايا في ورقة اللحمة دي هو اللي هيسويها. وتحاولي تنزلي اللحمة في وسط الخضار عشان الخضار يشد كده من طعم اللحمة ويكون طعمه حلو ومميز. وهنا هقفل بقى ورقة اللحمة بتاعتي كويس جدا، وهجيب كمان ورق فويل واقفلها من فوق كويس جدا. وبعد كده هدخلها الفرن. في الوقت ده انا كنت مولعة الفرن على درجة حرارة 200-220، المهم ان يكون الفرن بتاعي درجة حرارته عالية جدا. وبعد كده هدخلها الفرن لمدة ساعة او ساعة وربع حسب الفرن بتاعك ودرجة الحرارة. هنا حبايبي خلاص ورقة اللحمة عندي استوت، طبعا بتكون سخنة جدا فتاخدي بالك عشان ما تلسعش ايدك. وهنبدأ ان احنا نغرفها مع بعض ونشوف هنقدمها مع ايه. ممكن تقدميها برز بالشعرية، رز ابيض، مكرونة، تاكليها بعيش زي ما بتفضلي. وهوريكي اللحمة ازاي دايبة معايا ومستوية كويس جدا. زي ما احنا شايفين كده حبايبي اللحمة عندي مستوية وتمام التمام. وفي نهاية الفيديو اتمنى ان انا اكون قدرت اقدم لك معلومة مفيدة وسهلة وبسيطة. متنسيش بقى تشتركي معايا في القناة وتفعلي زر الجرس على الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك بيه اشعار. واعملي لي لايك وشير لو عجبك الفيديو بتاعي. انا هنا بوريكي ان الخضار بيكون مستوي كويس جدا، وكان حاطه البصل اللي احنا حطيناه زي ما هو مستوي كويس جدا. يلا اعملي لي لايك وشير. مع السلامة.